رمضان شهر الخير، لكن عمرك فكرت الخير ده بدأ إزاي؟ يعني مثلا شنطة رمضان، هل فكرت مين أول واحد فكر فيها وبدأت إمتى؟ أنا إسلام خالد وجاي النهاردة عشان أقولك اللي جوه الحدوتة. الحدوتة بدأت سنة 362 هجري، وتحديدا في عهد الفاطميين، لما الفاطميين قرروا يستخدموا كل المناسبات الدينية وخاصة شهر رمضان لكسب حب الناس. ومن هنا بدأوا تقاليد جديدة زي دار الكعك، ودي كانت بتوزع الكعك على الفقراء والمحتاجين، ودي بدأت في عهد المعز لدين الله الفاطمي. ودار الكسوة، ودي كانت بتجهز هدوم جديدة للفقراء والمحتاجين لتوزيعها عليهم، ودي كانت في عهد الحاكم بأمر الله. الفاطميين كمان اهتموا بتوزيع الأكل في شهر رمضان بشكل منظم، وده كان تمهيد لفكرة شنطة رمضان اللي احنا نعرفها دلوقتي. جه بعدهم العثمانيين وعملوا نفس الفكرة، ولكن كانت بشكل أوسع من خلال حاجة عملوها وسموها التكية، ودي كانت أماكن مفتوحة بتقدم أكل للفقراء طول السنة، مش بس شهر رمضان. لكن شنطة رمضان بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، الزيت والسكر والسلع، بدأت في أواخر التسعينات وبداية الألفينات. الأول الجمعيات الخيرية والمساجد، وبعد كده دخلت الشركات ورجال الأعمال في الصورة، والعادة دي كل سنة بتكبر أكتر وأكتر. دلوقتي بقى في جهات كتير جدا بتشارك في توزيع الشنط دي، الحكومة والجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية، وكل دول بيحاولوا يساعدوا إخواتنا المتعففين والأسر اللي على قد حالها. طبعا كلنا عارفين إن رمضان مش صيام بس، رمضان صيام وعطاء. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. السؤال هنا ليك انت بقى، في رمضان تحب تشارك بالخير في السر ولا تنشره وتشجع غيرك عشان يشاركوا زيك؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.